اكتر حاجه بتخوف اي مستثمر انه يدفع ويقعد كتير جدا وما يلاقيش انشاءات ولا يشوف مباني على ارض الواقع. عشان كده احنا النهارده في شركه عملت نظام سداد لاول مره يكون موجود في مصر، والنظام ده بيأمن حق العميل تماما في الاستدامه. احنا النهارده في شركه سكايلرز ومعانا مستر ابراهيم جمال. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. إيه الاخبار؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كلمنا كده في البدايه عن شركه سكايلرز. اوكي. شركه سكايلرز هي one kind of a developer. We are coming up 25 years of experience. بدأنا في الأول as a contractor، بعد كده as a developer، ونزلنا في الماركت عملنا أول ماستر بيس لينا هي OC. احنا بنتكلم على شركه بقالها 25 سنه في الماركت. بالظبط. مشروع OC تقريبا هو اخر مشروع نزلتوا بيه. بالظبط. OC هو الماستر بيس اللي احنا هنقدمها للماركت as a gift للماركت بنيو كونسبت ونيو سيرفيس اول مره تتعمل في مصر. ممتاز. انا سمعت ان هو في لوكيشن عبقري. احنا اللوكيشن بتاعنا في OC هو فيري برايم لوكيشن. اللوكيشن بتاعنا على طريق السويس دايركت. طبعا كل البيج نيمز بتارجت اللوكيشن دوت، لان دوت بقى دلوقتي اتجاه الدوله واتطور جدا دلوقتي ان هو بيوصل القاهره الكبرى، بيوصلك لحد كل المدن اللي الدوله مركزه فيها على الانفستنج. احنا قطعه رقم 1 طريق السويس. طبعا ان انت تحط لحضرتك كلمه رقم 1 طريق السويس دي، طبعا دي حاجه لاند مارك سهله جدا للوصول ليها. دي حقيقه، وتحديدا كمان منطقه طريق السويس كل المولات اللي فيها هي عباره عن ستريب مولز. قليل قوي المولات الضخمه اللي فيها، اعتقد هو بس اوبن اير مول. هو الحقيقه احنا اول ميكسد يوز ينزل على طريق السويس. المول بتاع OC انا سمعت ان فيه تفاصيل كتير جدا، يعني هو مش التفاصيل العاديه بتاعت المولات اللي بنشوفها كل يوم. بالظبط. احنا نازلين اول حاجه بالسيرفيسز اللي احنا منزلينها، مقدمين حاجات اول مره تتعمل في مصر. والمشروع عندنا هو 5 buildings سيلبريتس. طبعا احنا عندنا بريميوم فولي سيرفيس كلينكس وبريميوم فولي سيرفيس اوفيسز، وعندنا طبعا كوميرشال. لا معلش وضح لي بريميوم فولي سيرفيس. طيب احنا طبعا عندنا زي ما قلنا لك في الاول خالص، انا اهم حاجه عندنا في البروجكت بتاعنا الفايبس والايمج للكلاينت. احنا نازلين بسيرفيس جديده، مثلا نازلين بحاجه اسمها اكزيكتيف ميتنج سويتس. ده انت حضرتك لو شاري عندي مكتب او عياده وجالك ميتنج، ناس جايه لك من بره وحابب ترسم ايدج كويس للمكان، لو انت مثلا واخد عندي مساحه صغيره او مساحه كبيره عندك ما تكفيش الميتنج روم، عندنا ميتنج روم بتبقى فيها كل حاجه انت محتاجها، من اول البروجيكتور، الوايت بورد، من اول الساوند سيستم، الماركس، كل حاجه انت محتاجها جوه. طبعا دي بتكون اوتوميتد بالاي اي. طيب طبعا انت دلوقتي المكان ده بيشيل اكتر من 53 فرد، بيكون في احسن لوكيشن واحسن ريفيو موجود في البروجكت كله. ممتاز. طيب دي بالنسبه للميتنج سويتس. عندنا كمان حاجه اسمها البيزنس هاب. البيزنس هاب ده حضرتك لو عندك شركه او حاجه مثلا باظ عندك السكانر او البرينتر، يكون بالنسبه لك حاجه بسيطه بس لما بتعطل بتعمل لك ازمه. احنا عندنا بيزنس هاب ده فيه اكتر من 100 سكانر وبرينتر، تقدر اي وقت تستخدمها اللي حصل لحضرتك اي عطل. عندنا كمان حاجه اسمها الكوربريت سوليوشن ادفايزري، بيكون موجود عند حضرتك ليجل تيم، بيكون موجود عند حضرتك فاينانشال تيم، بيكون موجود عند حضرتك الماركتنج، اللي يقدروا يساعدوك في اي حاجه انت محتاجها. وكمان مش بس كده، عشان نرسم لك طبعا الايمج كامل اللي حضرتك تستحقه، وعاملين كمان حاجه لحضرتك اسمها كونسياج سيرفيس. ايه الكونسياج سيرفيس دي؟ حضرتك دلوقتي والله في كلاينت جاي لك من المطار، او جاي لك از دكتور مثلا، جاي لك بيشنت او حاجه من المطار، تقدر تكلم البروبرتي مانجمنت عندنا، بيبعتوا لحضرتك الليموزين لحد هناك، حد من OC بيكون لابس الكاستيوم بتاع OC، واقف بيافطه جميله باسم الكلاينت، بياخده بيركبوا الليموزين، ياخد بيه تريب لحد ما بيوصل بيه للمشروع، يبدا ينزل المشروع، ينزله الفاليت، يطلعه يقعد في الريسبشن، ياخد الكوفي بتاعه لحد ما بيجي الميعاد بتاعه، ويبدا يطلع لحضرتك فوق ياخد الميتنج بتاعك او الكشف اللي انت حضرتك محدده ليه. فانت طبعا بوفر لك كل بيئه العمل المتاحه اللي تقدر توفر لك راحه ليك وللكلاينتس بتوعك وتكبر لك مشروعك. حلو جدا. يعني ده بالنسبه لي لو انا اند يوزر بفتح المكتب بتاعي فبلاقي كل الديتيلز دي متوفره لي، او لو انا بستثمر فاعتقد ان ده هيحقق لي مكاسب كبيره جدا في سعر المتر الايجاري. اكيد طبعا. انت كل حاجه طبعا من السيرفيسز دي بيكون ليها ثمن اوريدي، كراحه، كايمج. المستاجر اللي بيجي انت فعلا بتوفر له كل العوامل اللي تقدر تخليه يستثمر واستثماره يكبر وينجح اكتر واكتر في المكان. حلو جدا. سمعت على نظام السداد الجديد اللي انتوا نازلين بيه، يعني كلام غريب، اللي هو العميل ما بيدفعش غير لما بينزل يشوف الانشاءات. فوضح لنا بقى التفاصيل دي كده بشكل مبسط. احنا نازلين بنظامين سداد. نظام سداد اللي اول مره ينزل في مصر، هو موجود في دبي ويوروب بس، اسمه CLPP. الCLPP ده هو Construction Linked Payment Plan. You pay what's built، بمعنى حضرتك دلوقتي تتعاقد معايا
بالنسبه اللي حضرتك المفروض تدفعها للكونتراكت. بعد كده بديك جدول زمني كل 6 شهور بتيجي تطلع على البنى اللي موجود للعقد بتاعك. والله انا كاتب لحضرتك بنود معينه، جيت لقيتها متوفره بتديني اللي احنا متفقين عليه في العقد. لقيت اقل من كده طبعا ده مش هيحصل، حضرتك بيبقى في نيجوشيشن، انت مش بتدفع النسبه اللي انت حضرتك المفروض تدفعها از ا بيمنت. ممتاز. يعني اعتقد النقطه دي هتغطي مخاوف عملاء كتير جدا من حته الاستلام او حته الانشاءات. احنا دايما بنواجه الحته دي مع العملاء. بالظبط، يعني انت يو باي واتس بيلد، يعني البنا حضرتك تدفع ثمنه بس. تمام. من ضمن الاخبار المنتشره ان انتوا عاملين تعاون مع شركه اكسا بخصوص تامين الاقساط. بالظبط، احنا عملنا بيمنت جديده اول مره تتعمل على الميكسد يوز اسمها بيمنت بروتكشن. دي عاملين كولابريشن مع اكسا. حضرتك دلوقتي انت طبيعي كبني ادم ممكن تتعب او يحصل لحضرتك اي ظروف او تعثرت او بيحصل لك اي ظروف، دخلت المستشفى اكتر من 48 ساعه، كل اللي بحتاجه منك بتجيب لي بس ورقه ان انت قعدت في المستشفى 48 ساعه او اكتر، بتيجي تقدمها لي، وبعد كده احنا بنشيل من على حضرتك القسط، مش بنأجله، احنا بنشيله خالص، بتبقى زيرو فيز اكثر اللي تدفعه لحضرتك. والله حضرتك جيت بعديها بفتره، بعديها بشهر، بعديها بكام شهر تعبت تاني، بنشيلك تاني. طب والله تعبت تالت، هنشيلك تالت، مفيش مشكله. الف سلامه على حضرتك. انت بيكون ليك 3 شهور في السنه، لو حضرتك حصل لك اي ظرف اكثر بتغطي لك الاقساط بتاعك. يعني انا حقيقي اول مره اسمع انظمه السداد دي في مصر، والموضوع فعلا جديد ويستحق فعلا ان المشروع يعمل ضجه كبيره جدا. احنا تقريبا كده بنتكلم على خلاصه تفاصيل مشروع، ان شركه بقى لها 25 سنه في الماركت، لوكيشن على طريق السويس دايركت من اقوى اللوكيشنز اللي موجوده في مصر كمول تجاري واداري. بنتكلم على فكره الخدمه الموجوده للوحدات الاداريه او للمحلات التجاريه اللي موجوده هناك في المول. بنتكلم على فكره تامين الاقساط، ان انت ما بتدفعش اقساط غير لما بتنزل تعاين كل 6 شهور الانشاءات وصلت لفين. واخر حاجه طبعا بنتكلم عليها اللي هي من ضمن المميزات، فكره نظام التامين بتاع شركه اكسا للتامينات. انت لا قدر الله حصل لك اي مشكله، فشركه التامين بتغطي القسط بدل حضرتك، فطبعا هي فرصه ما تتعوضش يعني. احنا كمان كنا نازلين بالبيل بورد بتاعتنا، كنا نازلين بسلوجن اسمه ان ريل استيت. هو عمل اتراكتنج للماركت كله، الناس ما كانتش فاهمه الكلمه، بس لما نزلنا المشروع فهمنا الناس يعني ايه كلمه ان ريل استيت. انا العلاقه بيني وبين الكلاينت مش بس ريل استيت، انا العلاقه اكبر من كده، ان انا بوفر لك الامان، بوفر لك الراحه، بوفر لك ان انت تبقى حضرتك بتحط عندي فلوس وانت مطمن، بوفر لحضرتك السيرفيس اللي انا اقدر ساعتها اعمل لك سبورت للشغل بتاعك وتكبر فيه. فالعلاقه اللي بيني وبين الكلاينت مش بس فكره بايع وشاري وديفلوبر وكلاينت، لا احنا عايزين العلاقه تبقى اكبر من كده، وعايزين اي مشروع ننزله يبقى ايكونيك باي لايف تايم. دي حقيقه فعلا، لان انا ملاحظ ان كل العقود بتاعت شركات الريل استيت بيبقى دايما العقد في صالح الشركه بشكل كبير. تقريبا ده العقد الوحيد في مصر العلاقه فيه تقريبا تراضي بين الطرفين، يعني خصوصا كمان المشتري ضامن حقه في كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. بالظبط، احنا كمان عندنا مثلا فور اكزامبل حاجه زي السي ال بي بي، الكلاينت اولا مش باخد عليه شيكات، يعني انت ضامن حقك 100%، وحضرتك بتدفع لي مؤخر، يعني بعد ما حضرتك بتيجي تعاين السايت وتشوف الكونستراكشن اللي اتعمل بتبدا تديني الفلوس. فانا تقريبا انا مديك الليد لان انا واثق انا هعمل ايه، وعارف اللي انا بقدمه وواثق فيه كويس جدا هقدر اعمل ايه. حلو جدا. طب احنا الاسعار بقى لسه ما اتكلمناش في التفاصيل دي، لو بتكلم على مكتب اداري او محل تجاري. زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا المكاتب والعيادات عندنا هي بريميوم فولي سيرفيس اوفيسز اند كلينكس. فاحنا طبعا بالنسبه للسعر بتاع الماركت، احنا السعر بتاعنا اتراكتيف جدا. عند حضرتك مثلا فور اكزامبل اداري بيستارت من اول 118,000، عند حضرتك الكلينكس بتستارت معاك من اول 125,000. تمام. يعني احنا لو بنتكلم على سعر عياده او سعر مكتب، ايه اقل الاسعار الموجوده؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا بنسلم البريميوم فولي سيرفيس اوفيسز اند كلينكس، بتستارت معاك مثلا العيادات من اول 5 مليون 100، يعني 510,000 جنيه داون بيمنت، وبيستارت مع حضرتك المكتب من اول 6 مليون 300، يعني 630,000 جنيه داون بيمنت. حلو جدا. طرحتوا المحلات التجاريه ولا لسه؟ طرحنا المحلات التجاريه والمكاتب والعيادات. طب اقل حاجه تقريبا في التجاري في الدور الارضي؟ بدانا سعر المتر في اللور جراوند من اول 140,000، والاول مره في مصر ديفلوبر ينزل بالسعر اللي فعلا قاله. ومش بس كده، للمصداقيه للكلاينت انا نزلت كمان باقل من 140,000 جنيه از ستارت برايس. في عندي وحدات بتبدا معاك من اول 4 مليون ونص. طب بالنسبه للعملاء اللي هتيجي عن طريق دجله هاوس، اكيد ليهم اوفرز زياده في الشركه؟
طبعا انت حضرتك من التوب اتشيفرز اللي عندنا في المكان، وبنتشرف بوجودك طول الوقت طبعا، واي كلاينت يجي من طرف حضرتك او من الشركه طبعا ده شرف لينا وينور المكان كله. الله يخليك، شكرا يا مستر ابراهيم. شكرا. نورتني. ودي كانت نهاية حلقتنا، واستنونا في حلقات جديدة من سلسلة ما وراء المشروع. كنت معاكم إسلام إمام من دجلة هاوس، وتأكد إننا معاك في كل خطوة.